خلونا نعرف المسابقة نفسها اتقدم لها أعمال شكلها إزاي، وإزاي وصلنا إلى هذه الليلة التي نعلن فيها الأسماء الفائزة في أكثر من فرع. سعداء جدا ان احنا بنقدم الطرح الثاني لمسابقه روايات مصريه للجيب، المسابقه اللي هي بدات في سنه 1984، والسنه دي احنا بنقدم المسابقه بثوبها الجديد. احنا متفائلين قوي بالمسابقه لان في مئات من الكتاب قدموا في المسابقه دي، ومش بس كتاب موجودين من مصر، لا ده في متسابقين موجودين قدموا من سوريا ومن اليمن ومن الاردن ومن دول عربية كتير. ده ممكن بيمثلوا أكتر من 25% من اللي قدموا هم كتاب من دول عربية مش بس في مصر. مسابقة روايات مصرية للجيب بتطلق بنسختها العصرية أو الحديثة انطلاقا من فكرة ورسالة المؤسسة العربية الحديثة. كان لازم ندور على دماء جديدة ونجدد الفكرة بآليات وبأسلوب عصري. الأستاذ مصطفى حمدي فكر في ده، وأنا توليت تأسيس هذه المسابقة في 4 فروع، هي فرع الرواية، القصة القصيرة، أدب الطفل، والسيناريو والحوار. لجان التحكيم كانت قامات كبيرة جدا اخترناها بعناية لل4 فروع، لكل لجنة 3 محكمين علشان يكون في حياد ومصداقية في الاختيار. وإحنا لم نتدخل إطلاقا كالمؤسسة العربية الحديثة، لم نتدخل في هذه الاختيارات ولا في قرارات لجان التحكيم. مؤسسة عريقة طبعا فيها تاريخها بيقول ان هي افرزت وفرقت عدد كبير من الكتاب اللي اصبحوا النهارده من اهم الكتاب، سواء الراحلين طبعا او الكتاب الحاليين الموجودين. وناس كتير على الساحه بتدين للمؤسسه دي بثقافه مستمره طول الوقت، ما حدش قدر ان هو ينسى دورها ابدا طول الوقت في ده. التحكيم كان يعتمد على قاعده واحده، هي المعيار الجمالي لهذه الاعمال، المعيار الفكري. التحدي الاساسي في المسابقه ان احنا نختار مجموعه قصيره من الاعمال عشان تفوز بالجائزه، وكان التنافس حقيقي كبير خصوصا في القائمه الطويله اللي وصلت لحوالي اكثر 10 اعمال. من خلال مشاركتي في لجنه تحكيم فرع الروايه لاحظت وانبهرت بمستوى المتقدمين، والمتقدمين ما كانوش بس من مصر زي ما انا كنت متوقعه، لكن من كل انحاء الوطن العربي. كمان المشاركات اللي كانت من الوطن العربي كانت مميزه جدا، ليها بصمه مميزه جدا لكل بلد من البلاد اللي شاركت في المسابقه دي. معظمهم كانت روايات واعده جدا وجميله جدا، حتى ان كان يعني الوصول للقائمه الطويله عمليه شاقه جدا وعمليه فيها يعني تحدي كبير جدا. في مستوى رفيع جدا اتقدم، وكنا احنا 3 محكمين كنا دائما بنتشاور مع بعض لغايه ما وصلنا الى القائمه الطويله ثم القائمه القصيره. كانت متنوعه ومتعدده بين كتابه القصه الاقرب للشكل الواقعي، قصص الفانتازيا، القصص المبنيه على احداث تاريخيه او وقائع تاريخيه. المستوى المجموعات القصصيه بشكل عام كان مرتفع جدا. في النهايه طبعا بيفوز عدد من الفائزين المحددين يعني بالعدد، لكن في الحقيقه في عدد كبير اخر من الاعمال تستحق الانتباه ليها والاهتمام بيها ورعايتها. هذه الأفكار الجميلة الناضجة في معظمها المختلفة في كتابتها وفي أساليبها السردية، دي كانت حاجة مفيدة جدا لينا، حاجة مبشرة جدا، حاجة بتخلينا نقول إن لسه في أمل إن أدب الطفل في العالم العربي ينتشر ويعود بقوة ليصبح في مكانته التي يستحقها. واحنا قدمنا توصيات عديدة، أهمها إن مواصلة المؤسسة دورها في دعم أدب الطفل، وأتمنى إن هي تبدأ بدعم أدب الطفل من قبل سن المدرسة حتى سن اليافعين والشباب.